قالت لها أمها: ضعي السم في طعام زوجك ليموت. كانت امرأة متزوجة تكره زوجها لأنه ممل ونكدي ولا يشكرها. اشتكت لأمها مشكلتها مع زوجها وقررت أن تقتله. نعم، أرادت قتله، ولكنها أرادت من أمها مساعدتها على فعل ذلك دون أن يكشفها أحد. أعطتها أمها سم أبيض اللون وقالت لها: ضعيه له في الطعام لمدة شهر، سيموت على بطء، وعامليه بلطف حتى لا يشك أحد بأنك أنت من قتلتيه. ذهبت الزوجة للبيت، تزينت ولبست ثيابا جميلة، حضرت لزوجها طعامه المفضل، ووضعت السم الأبيض في الطعام وقدمته له. فرح زوجها، لا بل شكرها. المسكين لا يعلم ما تخطط له. يوم بعد يوم أصبح زوجها يهتم بها أكثر وأكثر، ويغدقها بالكلام الجميل والهدايا، وأصبح متعلق بها في اليوم 29. ذهبت الزوجة مسرعة عند أمها تطلب منها النجدة. أمي أمي، زوجي سيموت غدا، وأنا لا أريد ذلك، أحبه جدا. أصبح يعاملني بلطف ويقول لي: أحبك حتى الموت، ويشتري لي الهدايا ويأخذني معه أينما ذهب. لا أريد أن يموت، ساعديني أرجوك، ما الحل يا أمي؟ ضحكت الأم وقالت لابنتها: تغير زوجك، أليس كذلك؟ تغير زوجك لأنك أنت من بادرت بالتغيير للأحسن، وهو يحبك، ولكن طريقة معاملتك السيئة جعلته سيئا، وطريقتك الحسنة هي من حسنته. قالت الزوجة باكية: لماذا تضحكين؟ ساعديني فأنا في مأزق. قالت لها أمها: لا داعي للبكاء والقلق يا عزيزتي، السم الأبيض التي أعطيتك إياه هو مجرد النشا، وزوجك لن يموت، والعلة كانت بك وليست به. يمكنك الذهاب للبيت مطمئنة عليه الآن.